بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الحد 1/9/2024. إن شاء الله معانا في الفيديو الأسعار اليومية على القناة. أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وأسعار الذرة وأسعار القطن وأسعار الفول البلدي وأسعار البرسيم وأسعار الفاصوليا والكراوي. حابب تشترك في القناة؟ شرفني باشتراكك. من تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل الجرس، بكده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو. بنقدم هنا على القناة تقرير عن الأسعار في السوق وعن حال السوق، ودايما الأسعار اللي بنقولها لحضراتكم بتبقى أسعار تنفيذية، يعني أسعار تنفذ بها بيع وشراء على مدار اليوم. وطبعا أي تغيير بيحصل بنعرفه لحضراتكم أول بأول. طبعا لو السوق فيه ثبات بنميل ان احنا ما بنعملش فيديوهات كتير، يعني لما يكون فيه ثبات في السوق مش بنعمل فيديوهات باستمرار. اما لو السوق اتغير سواء بالارتفاع او النزول بنعمل فيديو على طول. فهنقول لحضراتكم الاسعار اللي ماشيه النهارده في السوق. عشان ما نطولش على حضراتكم هنبدا بسوق الرز الابيض. طبعا الرز الابيض فيه اسعار كتير جدا عشان الناس تبقى فاهمه، على حسب نسب الكسر وعلى حسب طبعا جوده الرز وعلى حسب خدمة المضرب. ده بتفرق في السعر كتير. في مضارب بتخدم بضاعة كويسة جدا، وفي طبعا خدمة متوسطة، وفي خدمة ضعيفة، وطبعا في كسر عالي وفي كسر قليل، وفي بضاعة بتصفي وفي بضاعة ما بتصفيش، وفي بضاعة متصفية. فده كله بيفرق في سعر الرز. فالنهاردة ان شاء الله هحاول اقرب لحضراتكم الموضوع عشان في ناس كتير بتسأل عن الموضوع ده. بالنسبة للرز الابيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس، كسر من 8 ل10%، يتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 24,000 إلى 24,200، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب الجودة وخدمة المضرب. أما بالنسبة للأبيض العريض كاسر 5%، يتراوح سعر الطن من 24,500 إلى 24,700 من أرض المضرب. ممكن برضو الأسعار دي تقل 200 من مكان لآخر أو تزيد 200 من مكان لآخر، على حسب برضو زي ما قلت لحضراتكم خدمة المضرب وعلى حسب الجودة. بالنسبة للأبيض العريض كسر 1% أو 3%، اللي هي البضاعة المتصفية أعلى درجة، بتراوح سعرها من 25,300 إلى 25,500. طبعا عشان الناس اللي بتسأل، طبعا في فرق اهو واضح في الأسعار زي ما قلت لحضراتكم. ده بالنسبة للأبيض العريض. بالنسبة للأبيض الرفيع كسر من 8 ل 10%، سعر الطن من أرض المضرب أعلى جودة زيت وبخار وسوليتكس ب22,000 إلى 22,200. دي البضاعة الرفيع كسر 8 إلى 10%. البضاعة الرفيع كسر 5% من 22,500 إلى 22,700 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب الجودة وخدمة المضرب. ده بالنسبة للرز الأبيض. اليوم في طبعا في الرز الأبيض الرفيع بضايع شعبي بتبدأ بقى كسر 20 و30 وكسر 40. طبعا البضائع دي أسعارها بتقل شوية في الأسعار. كده وضحنا للناس عشان الجماعة اللي مهتمين بالرز الأبيض يبقوا فاهمين نسب الكسر ونسب التصافي في الرز. بالنسبة لأسعار الشعير اليوم، الشعير الرفيع القديم وصل للمضرب ب14,350 اليوم، دي تنفيذ. والأسعار على أرضه ب14,050 تنفيذ اليوم من على أرضه. قد تصل الأسعار برضه في بعض الأماكن 14,100 وفي بعض الأماكن 14,000 عشان برضه الناس تبقى فاهمة. والشعير العريض وصل للمضرب ب15,100 إلى 15,300 وصل للمضرب اليوم. البضاعة العالية في الشعير العريض على أرضه بتتراوح من 14,800 إلى 14,900. البضاعة العالية في الرز الأبيض في الرز الشعير العريض اليوم. أما بالنسبة للشعير الرفيع الجديد وصل للمضرب ب14,300 وعلى أرضه ب14,000. وبرضه الأسعار ممكن تتراوح في 100 جنيه زيادة أو نقص من مكان لآخر في الرز الشعير الرفيع الجديد. وبالنسبة للشعير 79 الجديد 13,400 وصل للمضرب وعلى أرضه ب13,100.
ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير 79. ال79 ده حبيته عاملة زي العريض، بس طبعا هو جودته قليلة جدا وبيطلع نسب كسر عالية وبيجيب تصافي قليلة، فأسعاره أقل من الرفيع. بس هو من النوع 79 بيكسر في البياض طبعا. ده بالنسبة لأسعار الرز. الأسعار بتختلف من مكان لآخر في حدود 200 جنيه زيادة أو نقصان على حسب طريقة السداد وعلى حسب النولون. وبرضه في الشعير الجديد ممكن تختلف الأسعار على حسب طبعا المخزن. ممكن يكون في مخزن رافع السوق شوية عن أسعار المضارب طبعا، وده حاجة مفهومة ومعروفة في السوق في الوقت الحالي. أسعار المخلفات: سرسة مطحون من 900 ل1000 للطن من أرض المضرب، وسعر الجون من 9500 ل 9700 للطن من أرض المضرب، وسعر الكسر الناعم من 11800 ل 12000 للطن من أرض المضرب. بكده يكون خلصنا سوق الرز. بالنسبة للقطن، القطن النهاردة طبعا في عرض قليل بعد ما كان العرض زاد شوية في الأيام اللي فاتت نتيجة تحسن سوق القطن. طبعا تحسن سوق القطن ده طبعا كله تخزين بيتنقل من مخازن لأخرى، فكان في تحسن في السعر، وفي تحسن في السعر في الشعر اللي هو في القطن الشعر مش القطن الزهر، فأدى إلى تحسن القطن الزهر. وطبعا إن شاء الله في قرارات هتتاخد قريب هنعرف من خلالها طبعا القطن الجديد هيشتغل ازاي والقديم هيشتغل ازاي وسعر الضمان والكلام ده كله. بس الأسعار حاليا في العرض قليل، فالأسعار في القطن يتراوح سعره قطن جيزة 94 من 10400 إلى 10600، ده مخازن. أما شركات من 10100 ل 10300. ده بالنسبة لسعر القطن. في خلال الأسبوع ده إن شاء الله يبقى بنسبة كبيرة يبان أسعار القطن الجديدة هتبقى عاملة إزاي إن شاء الله. ده بالنسبة للقطن. بالنسبة لأسعار الذرة، الذرة المستورد البرازيلي صب أرض المينا ب11500 للطن، وصب أرض المينا الأرجنتيني ب11500 للطن. أما بالنسبة للذرة الأوكراني ب11100 للطن صب أرض المينا. بالنسبة للصويا ب20800 صويا 44%، وصويا 46% ب21800 للطن صب أرض المينا. ده بالنسبة للصويا المستورد. بالنسبة لأسعار الذرة البلدي، الذرة البلدي الأصفر بيتراوح سعره من 12500 إلى 12700، والذرة الأبيض البلدي من 12 ل 12200 للطن تنفيذ لدى التجار اليوم البضايع العالية. بالنسبة لأسعار الردة عشان الناس تبقى متابعة، طبعا في قرار نزل من التموين بتسعير سعر الردة في المطاحن اللي تابعة للتموين. سعرت السعر من 9400 ل 9500 سعر الردة بمنشور رسمي النهاردة نزل في السوق وتم تحديد سعر الردة. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الفول البلدي البضايع العالية في التلاجات وزن الأرداب بالخام 155 كيلو بيتراوح سعره من 5100 ل 5300 على حسب جودة البضاعة. ده بالنسبة للفول البلدي اليوم. وبالنسبة للسوليتكس المفروز بين 37 إلى 39 برضو حسب جودة البضاعة. بالنسبة لأسعار الفاصوليا، في ثبات في سوق الفاصوليا، بيتراوح سعر الطن البضاعة العالية من 58 ل 60، وسعر الكراوية ثبات في سعر الكراوية برضو بيتراوح السعر من 48 إلى 50. ومعانا سعر البرسيم البلدي وزن الأرداب وزن الأرداب على وشه 180 كيلو ومتعقب 168 كيلو، وناس بتضيف كيلو عيار على الأرداب. بيتراوح السعر من 12500 إلى 13000 لدى التجار اليوم، وفي ناس بتشتغل ب12000. فده اللي موجود في السوق حاليا في سوق البرسيم اليوم.
ده يعتبر كل حاجة معانا في الفيديو. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول نقلل من الفيديوهات عشان لو في ثبات في السوق، لما يحدث تغيير ان شاء الله او اي تغير في السوق بنعرف حضراتكم اول باول والتغيير اللي حصل في السوق. ان شاء الله هيبقى معانا فيديو بكرة برضو الاسعار بتحديثها، وهيبقى معانا فيديو عن اسعار البنجر والقمح الجديد. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.